يكون عندك مكوة لحام. يعني لو في مثلا أداة حديد في البيت ممكن ان انت تستفيد بيها عن طريق ان انت تسخنها على سخان عادي، او البوتاجاز اللي بيبقى موجود عندنا في البيت، وتبتدي تحدد بيها المكان اللي انت عايز تسيحه، خصوصا ان يكون بلاستيك، ويا ريت يكون في مكان فيه تهوية اكتر. رجعنا لكم تاني يا جماعة، فتحنا على قد المقاس تمام، هيركب هنا نثبت، نعدي السلك. اهم حاجة في الموضوع ده كله ان السلوك على قد ما تقدروا لازم تكون متأمنة، بحيث ان سلك السماعة ما يلمس في سلك البطارية. مكانه هنا طبعا عشان نثبته بيكون فيه اللي هو الدبل فيس اللي هو 3M. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. صوته عالي بس يعتبر مقارب ليه، بس برضو في نقطة مهمة جدا طبعا عشان الشكل الأخير
للجهاز عشان برضو ايه المنظر العام. فاحنا في ورق بيتباع في محلات اسمه بيبقى ورق لزق الخشب، هو بيبقى بالشكل ده. طبعا انت على حسب اللون اللي انت عايز تختاره. تمام. بنجيب ورقة على نفس المقاس ده ونبتدي نقطعها، بس يعني ايه حاول يكون في جزء زيادة طبعا الجزء الزيادة ده عشان هيبقى ورا بحيث ان هو يمسك الطروف بعد كده ما تتفكش. الشكل النهائي. كده بيكون الشكل النهائي للسبوفر. طبعا اللون معارب يعني على قد ما قدرنا. تمام. طبعا هو بيشتغل معاه فلاش ميموري ويو اس بي واي يو اكس. تمام. وهيربطه بالجوال. اتمنى ان انا اكون افدتكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له مشاركه وتضغط عجبني وسبسكرايب لاي فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.